من سنتين تقريبا طلع الفنان إيمان البحر درويش وانتقد سياسات النظام في التعامل مع ملف سد النهضة، واتكلم عن انه هم بيتكلموا عن ان احنا هنقوم باجراءات، كان وقتها بقى احنا هنتخذ خطوات جادة ومش عارف ايه، وبعدين اعلنوا بالتزامن عن انه الدولة بتدرس فكرة قرض لمشروع تحلية مياه البحر. فطلع الراجل اتكلم في فيديو قال لهم انتوا منين بتتكلموا عن ان انتوا هتتخذوا خطوات تصعيدية في ملف سد النهضة، ومنين انتوا طالعين بتقولوا احنا هنعمل مشروع تحلية مياه البحر؟ وطلع انتقد وسحب سحبة كده اسكندراني كانت شهيرة جدا وقتها، اعتراضا واحتجاجا على طريقة التعامل مع هذا الملف. إيمان البحر درويش تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا لمدة معينة من الزمن، متحدش يعرف ايه اللي حصل له فيها، بس تقريبا كده تم التنكيل بيه. هو أصلا كان تعبان ومريض، وانتوا عارفين النظام متفنن في حتة القتل عبر الإهمال الطبي والتنكيل الطبي والدوائي والحاجات دي، وبعدين طلعوه. هو النظام عندنا متمرس في فكرة ان انت بتدخل حد السجن وهو عيان او تخليه يتعب، وبعدين لما تتاكد ان هو خلاص بقى جثه مفيش الدواء مش هيعمل معاه حاجه بتطلعه عشان يموت بره السجن. قتل بالاحتراف يعني. ثم ظهرت الصوره امبارح بتاعت بنته اللي قالت ان ده ابني، ان ده ابويا، وسيشهد التاريخ ان ده بقى هو ده ايمان البحر درويش، لمجرد ايه؟ ان هو انتقد طريقة تعامل الحكومة أو النظام أو الرئيس مع ملف من الملفات الوطنية. إيمان البحر درويش راجل وطني وغنى لمصر، وهو حفيد سيد درويش فنان الشعب. بالمناسبة سيد درويش ده هو اللي ملحن النشيد الوطني بتاعنا، بلادي بلادي، ده تلحين سيد درويش. فيكفي أن تعلم أنه هذا الرجل قد إيه هو شخص وطني وقد إيه راجل محترم. آل به الحال في مصر لهذه الطريقة. بس الدرس بقى المستفاد إيه؟ ولاده طلعوا لما كان في ضغط في السوشيال ميديا، فين إيمان البحر درويش؟ ليه اختفى إيمان البحر درويش؟ راح فين إيمان البحر درويش يا جماعة؟ قرايبه وولاده هم اللي طلعوا وقالوا يا جماعة أبونا بخير ومفيش حاجة وأبونا موجود ومحدش اعتقله، تحت وطأة الضغوط. وطبعا ليهم حق، محدش يعني ملتمسين لهم الأعذار أكيد، إنهم كانوا تحت ضغط شديد ولازم يطلعوا يقولوا كده خايفين على أبوهم. السؤال بقى، هل هذا السكوت نجى إيمان البحر درويش من بطش النظام؟ هل هذا الصمت خلى النظام يرحم إيمان البحر درويش؟ ولا قتلوا بالبطيء برضو؟ يبقى نتعلم إيه يا جماعة؟ نتعلم إن إحنا ما نسكتش على الغلط. مفيش حاجة اسمها نسكت عشان الدنيا تعدي. مفيش حاجة اسمها إن إحنا نمشي الأمور وهم إن شاء الله هيطلعوه. لو كان الضغط الشعبي متواصل منذ لحظة إخفاء إيمان البحر درويش وحتى الآن ما كان وصل إلى هذا الحال. ربنا عز وجل بيقول إن في صفات اللي بيحبهم، ربنا بيحب الناس دي اللي ما بيخافوش فيه لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، بص بقى، يحبهم ويحبونه. بيعملوا إيه دول يا رب؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما تخافش تقول الحق، لما يبقى في حاجة غلط اتكلم، لأنه المستبد بيترعب من كلامك، بيخاف. شوفوا أي مشهد من المشاهد اللي حصلت في السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت، وشوفوا أي قضية الناس كانت بتتكلم فيها بقوة، كان إيه اللي بيحصل والنظام كان بينخ إزاي. وشوف أي قضية تانية آثر فيها أصحابها السكوت إيثارا للسلامة واعتقادا بأن سكوتهم ده هيخلي الأمور تعدي، كانت دايما الأمور بتسوء. دي خطيئة الصمت. علشان كده قالوا الساكت عن الحق شيطان أخرس.